ما تيجوا النهاردة نعمل كشري الحلة الواحدة. هيطلع معاكم تحفة وسريع جدا جدا، ما بياخدش وقت ولا بياخد كده حلل كتير وحاجات كتير. تعالوا كده اوريكم. اول حاجة بحط حلة على النار، تكون حلة كبيرة مش حلة صغيرة، علشان يعني تستحمل الكمية اللي هنعملها فيها. بحط شوية زيت حلوين، وبعد كده انزل بالشعرية، ابدأ احمرها كأني هعمل رز بالظبط. اول ما تبدأ ان هي تحمر شوية زي ما انتم شايفين كده اللون البني ده، انزل بقى بالرز بتاعي. ده الرز ده اللي هو جاسمين رايس، ده انا بحب اعمله في كل حاجة. ببدأ كمان احمر الرز، بحمرهم حلو جدا مع بعض كأني هعمل رز. اثناء ما بنعمل ده بنكون بنحط شوية من العدس في مية دافية، وكمان الحمص في مية دافية. نرجع بقى للحلة بتاعتنا، شايفين الرز خلاص بقى تحفة والشعرية بقت جميلة. بصوا ده اللي انا عايزاه، ان هي تكون كده حلوة ومتحمصة حلو، او متحمرة حلو وتبقى صوتها كده حلو. بعد ما بنحمرها حلو جدا جدا بنكون مجهزين بقى باقي المكونات بتاعتنا. في نفس الحلة هجيب المكرونة وهنزل بيها برضو شوية اللي انتوا عايزينها، بديها كده تحميرة خفيفة خالص خالص خالص، ما بحمرهاش قوي، يعني حاجة كده بسيطة جدا. بعد كده بيكون العدس خلاص يعني لان كده شوية، بصفيه واحطه عليها واقلبه برضو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بنزل بقى بالمكرونة. في خطوة بقى انا بعملها قبل المكرونة دي، انا بحط كل التوابل في شوية مية، وبعد كده بحطهم في الحلة. بس ما كانش عندي وقت عملتهم على طول بالشكل ده. ما بغطيش الحلة غير لما تبدأ تتشرب مية حلو، وبعد ما تتشرب المية او الشوربة شوية حلوين بغطيها، وبعد كده اوطي عليها. يعني بغطي بعد ما الدنيا تهدى خالص من المية علشان ما تعجنش معاكم. واهم حاجة برضو شوية الزيت الاولانيين دول يكونوا كتار علشان يبقى حلو معاكم ويبقى مفلفل كده زي ما انتوا شايفين. بسيبه دلوقتي خلاص، بعد كده يطيب، وبعد كده بحط الحمص بقى يطيب الناحية التانية. دلوقتي خلاص الكشري طاب معايا، وبالامانه يعني حاجه حلوه قوي، بيطلع فعلا تحفه، حاجه كده منجزه سريعه، ما بعملش حلل كتير. لو اول مره تسمعي عن الطريقه دي جربيها هتعجبك جدا جدا، وللامانه بتطلع تحفه. كمان عندنا البصل هنا في امريكا بيكون في اكياس جاهزه. طبعا انا بجيب البصل الجاهز كده برضو في الانجاز، يعني احنا مش لسه هنحمر كمان. انا عارفه ان طعمه ما بيكونش حلو زي المتحمر الفريش، بس يعني حاجه كده سريعه. زي ما انتم شايفين الطبق عامل ازاي، بامانه بيبقى تحفه. عايزين بقى تحطوا له صلصه كلوا بصلصه، ومش عايزين تاكلوه بصلصه براحتكم خالص. فاعملوه جربوه هتدعوا لي.